طول عمري كنت بقول انا ما بحبش قفشه. قفشه لعيب مش سالك. انا بشوفه كده. في عز الاهلي ما كان كويس، وفي عز ما احنا في كل البطولات قفشه بيحب ويكره، قفشه بيباصي لاصحابه، قفشه اناني، قفشه بيفضل نفسه على كل اللعيبه اللي حواليه اللي متاح لهم الفرص ان هم ممكن يجيبوا الجون او يبقوا في موقف احسن او اقرب للجون. دي وجهه نظري في قفشه. ما كانش كده في الاول، بس من اول 2022 وهو كده. ولو انا ما بفهمش حاجه فكل المدربين اللي كانوا في الاهلي ما بيفهموش حاجه، وكل المدربين في منتخب مصر ما بيفهموش حاجه، اللي بطلوا ياخدوا قفشه. بس الموضوع بالبساطه دي. اللي بيحبوا قفشه طيب انتوا بتفهموا، وقفشه ده اعظم لاعب في التاريخ، قفشه ده ميسي الكره الافريقيه. هل كل المدربين اللي جم في الاهلي من اول موسيماني لما قعدوا، وكولر، بعماد النحاس، بفيتوريا، بحسام حسن، الخمسه دول ما فيهمش واحد بيفهم؟ الجهاز الاداري بتاعهم ما فيهمش واحد بيفهم يقول خلوا قفشه يلعب؟ قفشه يا جماعه لعيب انتهى اكلينيكيا. بس يعني بعيدا عن الكلام عن قفشه، التصريح بتاعه عن ماتش السوبر المصري اللي الاهلي كسب فيه الزمالك 2-0، وقال على اي اساس بيتحدد جايزه رجل المباراه. بيقول انا جبت اسيست وجبت جون، ازاي ما اخدش جايزه رجل المباراه؟ ردي وقتها كان والله امام عاشور هو اللي خد جايزه رجل المباراه، لان امام عاشور شارك 90 دقيقه، يعني شارك الماتش كله وعمل اسيست وجاب جون. فانت تمام، انت نزلت عملت اسيست وجبت جون. طب وبالنسبه بقى لل 60 دقيقه اللي امام لعبهم قبل منك وكان هو اللي شايل فريق الاهلي ايه؟ فعلى هذا الاساس اتخذت جايزه رجل المباراه في الماتش ده.